في حاجات ابل اعلنت عنها بشكل رسمي انها هتيجي في ايفون 18 برو وبرو ماكس. ده غير ان ابل السنه دي ناوي تطور الكاميرات بتاعه الايفون. كمان عندنا ارتفاع كبير في الاسعار بتاعه الايفون السنه دي. كل ده واكتر جاي اقوله لكم في فيديو تسريبات النهارده. اهلا بيكم، معاكم ميجو. ايفون 18 برو وبرو ماكس مش هيكون في اختلاف عن الديزاين بتاع الايفون 17 برو وبرو ماكس من حيث الالومنيوم والديزاين كله بتاع الموبايل. ولكن لو جيت برضو بصيت من قدام هتلاقي نفس حجم الشاشه بتاع الايفون 17 برو وبرو ماكس. هو في ال 18 برو وبرو ماكس الشاشه بتكون 6.3 للبرو و6.9 للبرو ماكس. ولكن في تسريبات قويه اكدت ان الدايناميك ايلاند هتكون اصغر في فئه ال 18 برو وبرو ماكس، لان ابل لما اعلنت في المؤتمر بتاعها عن تحديثات سيري الجديده، شكل سيري في كل الاجهزه بتاعتها كان شكل دائري شويه، ما عدا الايفون او على ايفون 17 برو وبرو ماكس كان شكل بيضاوي شويه مختلف عن كل الايكو سيستم بتاع ابل. وده اللي الجمهور عمله ووضح في التسريبات ان الدايناميك ايلاند حجمها هيكون اصغر، واللي خلانا نتوقع ان الدايناميك ايلاند هتصغر او يلعبوا في الشكل ده. وهي فكره ان ابل دايما ما بتيجي تغير سوفت وير بتغير السوفت وير بتاع الاجهزه بتاعتها كلها، وبيكونوا كلهم شكل واحد او روح واحده. بر الكاميرات في الايفون 18 برو وبرو ماكس هيكون هو نفس الشكل اللي موجود في 17 برو وبرو ماكس، ولكن في اختلاف في السنسور اللي ابل هتستخدمه السنه دي. كانت كل مره بتاخد السنسور بتاع الكاميرات من سوني، دلوقتي الوضع اتغير وهتاخده من سامسونج. وده لان حجم السنسور هيكون اكبر، فهيديك نظام ديناميكي اكبر او اوسع، ونويز اقل في تصوير نايت مود او التصوير بالليل. والاول مره في الايفون هيكون في فتحه عدسه متغيره جوه عدسه الكاميرا، يعني انت هتقدر تتحكم في كميه الضوء اللي داخله جوه السنسور دي، انت اللي هتتحكم فيها مش الموبايل زي كل الاجيال القديمه كانت بتتعمل اوتو، الموبايل هو اللي بيعملها. ودي حاجه هتنقلك جوده الصور والفيديوهات بتاعتك لعالم تاني خالص، لان ده بيكون عامل اساسي في انك تتحكم في العزل اللي في الخلفيه وكمان في كميه الاضاءه اللي داخله للسنسور، فبالتالي تعرف تصور بالليل صور حلوه جدا ومش هيبقى فيها نويز كتير، مع كمان السنسور اللي حجمه اكبر. ميزه زي كده موجوده في الكاميرات طبعا البروفيشنال، وده اللي بيخلي الكاميرات البروفيشنال تتميز عن كاميرات الايفون او كاميرات الموبايلات عموما. بلس طبعا حجم السنسور، يعني اكيد لا ده حجم السنسور ده لا يقارن بحجم السنسور ده. ويا باشا عشان تتدلع وتعرف تطلع كل الصور والفيديوهات بطريقه بروفيشنال من على الايفون بتاعك، ابل هتعمل لك ابلكيشن جديد او مختلف عن ابلكيشن الكاميرا اللي احنا متعودين عليه. ده هيكون معمول عشان تظبط السيتنج بتاعتك، كل ما تيجي تخش تصور تلاقي السيتنج بتاعتك جاهزه او ثابته زي ما هي، مش اللي هو كل مره هخش اظبط السيتنج من اول وجديد. كمان مع سيري الجديده ومميزات الذكاء الاصطناعي اللي احنا شفناها من شهر ابل اعلنت بشكل رسمي في المؤتمر بتاعها ان في مميزات هتكون حصري بس لل 17 برو وبرو ماكس وسلسله ال 18، وده بسبب ان المميزات دي محتاجه معالج قوي يقدر يتحمل او يشتغل معاك من غير لاج على الايفون بتاعك. فمميزات الذكاء الاصطناعي دي هتكون محتاجه معالج قوي يقدر يشتغل على الايفون بتاعك، وده اللي هيحصل مع الايفون 18 برو وبرو ماكس، لان هم هيحطوا معالج A20 برو. المعالج ده هيكون اقوى من المعالج طبعا اللي موجود في الايفون 17 برو وبرو ماكس، وهيكون مبني على معماريه 2 نانو، وهيكون اقوى او سرعته احسن من السنه اللي فاتت بنسبه 15%. وده اللي هيخلي مميزات الذكاء الاصطناعي سهل انها تشتغل على الاجهزه دي. وكمان عشان تشغل المميزات القويه بتاعت الذكاء الاصطناعي دي انت مش محتاج معالج بس، انت محتاج رامات، والرامات مؤخرا في العالم بقى سعرها غالي جدا بسبب الذكاء الاصطناعي. فمن المتوقع ان ابل ترفع سعر الايفون الجديد ل $1300، ده السعر البيزك اللي هو ال 256، وده لان كل اجهزتها الفتره الاخيره سعرها زاد في متوسط 200 او $250، فمتوقع ان سعر الايفون يزيد $200 عن كل سنه. كمان دي الالوان اللي هتميز سلسله الايفون 18 برو وبرو ماكس عن سلسله ال 17 برو وبرو ماكس. الموبايل هينزل امتى؟ الموبايل بيتم الاعلان عنه في اول شهر 9، وبيتم اصداره في نص شهر 9 مع تحديث iOS 27 الجديد، هينزل بشكل رسمي في نفس الوقت ده للمستخدمين. طيب هل انا اشتري الموبايل ده ولا لا؟ معاك ايفون 14 ما تشتريش، من اول ايفون 14 وانت طالع ما تشتريش. بس يا باشا معلش الفرق مش كبير قوي عشان راح ادفع المبلغ الكبير ده.